السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين شهوات سعيدة أغزال، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله، مع وصفة جديدة غادي نتقاسمها معكم إن شاء الله، ببطاطا محكوكة على شكل بيتزا. صراحة وصفة لذيذة درتها لوليداتي داك المرة عجبتهم، وبغيت اليوم نتقاسمها معكم وتجربوها حتى نتوما إن شاء الله. وصفة لذيذة اقتصادية في نفس الوقت، كتكون من المواد اللي عندنا في المطبخ وسهله التحضير. نبدا على بركه الله. اول خطوه اللي غادي نديروها، غادي حبه بطاطا على حساب افراد العائله اللي عندكم. من الاحسن البطاطا تكون هذه بيضه ولا داك المرمله، هي اللي كنحتاجوها للقليان. غادي نقيوها في الاول، غادي نقيوها كاع. صراحه هاد الوصفه عجبتنا كاملين، درتها داك النهار العشاء. والله الا بقاو ياكلوها، بقاو يدوروا يفتشوا لي غير على زياده، واش كاين زياده واش كاين زياده. لذيذه، كنحسبوها بحال بيتزا، تجينا بحال بيتزا. المهم الاخوات، غادي نغسلوا البطاطا ديالنا، نقيوها نغسلوها مزيان، نجمعوا هاد القشور، غادي نغسلوها ونرجعوا ان شاء الله. غادي نحكوها على الجهه الغليظه على هاد الشكل، غادي نحكوها كامله. من بعد ما حكيناها كامله، غادي نوجدوا واحد الاناء، نديروا فيه شويه خل، شويه خل، وغادي نديروا فيها البطاطا ديالنا نخليوها. بسم الله. غادي نخليوها تطلق في الماء والخل. بلاتي غادي نجيو للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه غادي نوجدوا واحد الحبه بصيله مشلضه، نديروها تشحر، نديروها تشحر، وغادي نحكوا هاد حبه خيزو ونديروها معاها. خلينا البصله ديالنا طيح شويه، غير تدبل شويه. غادي نزيدوا لها خيزو حتى هو محكوك الحكاكه العين الكبيره. نزيدوا لها شويه المليحه، غير شويه، ما نكثروش الملح لان غادي نديروا الفرماج. شويه الابزار صافي، ونخليهم يتشحروا مزيان ونرجعوا ان شاء الله. هيا تشحرت مزيان هاد خيزو مع البصله، درت فيها غير شويه ابزار وشويه ملحه. دابا غندير فيها شويه ديال الربيع، صبر معدنوس صافي، وغادي نطفي لها. من بعد ما طبت لنا خيزو والبصله والربيع، درنا حتى يبرد. البطاطا حكيناها وديرناها في الماء والخل، خليناها تستقطر مزيان. غادي ننتقلوا للمرحله الاخيره، اللي العجينه اللي غادي نحشيو فيها هاد البطاطا. عندنا جوج بيضات، بسم الله. طبعا البيض بحراره درجه حراره الغرفه. قليسه ديال الملحه، غادي نخدمو مزيان، نخلطو. حنا ما عندناش، ما باغيينش نطلعوا الكيكه، غادي نديرو غير العجينه باش ندخلو فيها البطاطا. عندنا شويه ابزار، شويه زعتر، شويه اعشاب المنسمه. هاد الاعشاب اخواتي اللي كان عندكم، الحبق، الازير، زعتره، اللي عندكم كيجي لذيذ في البيتزات. غادي نديرو نص كاس ديال الزيت، نخلطو هاد العناصر. نزيدو كاس مع مرش ديال الحليب،
يبقى لنا الدقيق غادي نديرو غير قيمه كاس، حنا ما غاديش نديروه قاصح بزاف. غادي نحسب قدامكم اخواتي باش ما نقولكمش العبار شحال. ها 2 معالق، ها الثالثه. ندير واحد خميره ديال الحلوه، نخلطو. غادي نزيدو داك قزبر معدنوس. صافي نضيفو البطاطا ديالنا. هزيت ليا 4 ديال المعالق ديال الدقيق. ها ما درتهاش ثقيله، درتها شويه جاريه على حساب البطاطا. غادي نخلطو مزيان. نضيف هاد خيزو البصله، نخلطوه مزيان مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. تبارك الله الريحه من هنا، الريحه غزاله ديال الاعشاب وديال خيزو مع البصله طايبين. خلطنا الخليط مزيان. غادي نوجدو ليمون اخواتي. الا عندكم هاد الليمون هادو هي وما هزت لكم، انا عندي واحد 3. غادي نشوف شحال غادي يهزوني. بغيتو ديروها في المول الكبير ديال الفران غادي تجيكم غزاله، واخا ديروها في المول الكبير ديروها موحده غادي تجيكم زوينه. انا غادي نديرهم هنا في هاد الليمون. نشوف شحال من مول غادي تهز لي. نديرو غير واحد المقدار اللي نعمرو به المول ديالنا. راه اللي ياكلها اخواتي ما يحسبوهاش بلي بطاطا، غادي تكون واحد المذاق اخر. ها هي وحده. غادي نرجع اخواتي. صافي انا عمر لي 3 ديال البلاطويات هما هادوك. قلت لكم اخواتي نتوما الا بغيتو ديروها في المول ديال الفرن غادي تجيكم هي هذيك، غادي تجيكم بالزواق ديالها المهم غادي تجيكم غزاله. بالنسبه للتزيين نتوما والشهوه ديالكم كما بغيتو. انا غادي نزين الطبق الاول، السنين الاول غادي ندير فيه شويه كفته. بما ان البطاطا خضراء وكل شيء خضر غادي نديره حتى الكفته خضراء باش يطيبوا مره واحده. غادي نديرهم بعض الحبات ديال الكفته، نزوقها بشويه الفلفله حمراء. لكم الاخوات التزيين اختياري كما بغيتو. الفرن عندي مسخن من قبيله. الا كان الفرن عندكم سخون البيتزا دغيا كطيب. اي حاجه الا كانت عندكم الفرن سخون دغيا كطيب لكم فيها بالنسبه للثانيه انا غادي نزوقها بشويه طون. بغيتو ديروا ديال الطوماطيش ولا ديروا، بما ان حنا عندنا البطاطا ما غاديش نديروا الصوص ولا مطيشه ولا في محكوكه ولا. الخبزه الثانيه ها هي درت فيها الطون وشويه زيتون وشويه فلفله. بقى لي شويه طون وشويه كفته غادي نديرهم مخلطين هنا في هذه الخبزه. انا كنت باغي نديرها غير خضره بوحدها كيما نشوفوها مع الاخوات. كنت باغي نديرها غير المطيشه بالفلفله. من بقات لي كفته درت فيها. صافي المرحله الاخيره غادي ندير فيها فروماج. دغيا غادي يطيبوها اخواتي. البطاطا انا كنعرفوا دغيا كطيب.
صافي غادي نديرهم في الفرن ونرجعوا ان شاء الله. بطاطا محكوكه على شكل بيتزا، ها هي وجدت تبارك الله، ها هي باقيه سخونه. الريحه ما نقول لكمش. يا تبارك الله محمره. بطاطا محكوكه على شكل بيتزا، وصفه لذيذه اقتصاديه وسهله. نتمنىكم تجربوها اخواتي وتردوا عليا الخبر، ونتمنى كذلك نكون خفيفه على قلوبكم. اللي دخلت تشجعني باللايكات جزاه الله خيرا، واللي مازال ما دخلت عندي مرحبا بها، تضغط على زر الجرس باش يوصل لها كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.